يا جماعة الجو هيقلب. الأرصاد بتحذر من رياح قوية وشبورة الصبح بدري ودرجات حرارة هترفع. إيه اللي بيحصل في طقس الأربع 4 يونيو 2025 بالظبط؟ وإزاي نحمي نفسنا؟ خليكم معانا عشان تعرفوا كل التفاصيل وتجهزوا نفسكم للجو ده. الهيئة العامة للأرصاد الجوية نزلت بيان مهم جداً بتوضح فيه حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة النهاردة الأربع 4 يونيو 2025 في القاهرة وكل محافظات الجمهورية، يعني الدنيا كلها تحت المتابعة. الهيئة بتتوقع إن الجو هيكون مايل للحرارة لحار بالنهار على شمال البلد، يعني القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. أما جنوب الصعيد الجو هناك هيكون شديد الحرارة، فربنا يكون في العون. وبالليل الجو هيكون معتدل في أغلب الأماكن، يعني في فرق كبير بين حرارة النهار وليالي الصيف. التحذير الأهم بقى إن في شبورة مائية الصبح بدري على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وكمان الطرق اللي جنب المية زي اللي بتوصل من القاهرة الكبرى للوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، فخلوا بالكم قوي وانتوا سايقين. وكمان في نشاط رياح على أغلب الأنحاء، وممكن الرياح دي تكون مثيرة للرمال والأتربة في مناطق زي محافظة الوادي الجديد، يعني عينك على الطريق. وبالنسبة لأهل الوادي الجديد الأتربة هتكون موجودة. تعالوا نشوف درجات الحرارة المتوقعة في المدن والعواصم الرئيسية في الجمهورية. القاهرة الصغرى 21 والعظمى 33، العاصمة الإدارية الصغرى 20 والعظمى 34، الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 27، شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 36، الغردقة الصغرى 24 والعظمى 35، أسيوط الصغرى 21 والعظمى 35، الأقصر الصغرى 23 والعظمى 39، أسوان الصغرى 24 والعظمى 38. إيه توقعاتكم للجو في منطقتكم؟ هل الأتربة والشبورة بتأثر عليكم؟ شاركونا في التعليقات. هل درجات الحرارة دي مناسبة ليكم؟ وإيه أكتر محافظة الجو فيها هيكون حر؟ سيبولنا رأيكم تحت. وبكده نكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية لطقس الأربع. نتمنى لكم يوم آمن وموفق، وخلوا بالكم من نفسكم ومن الطرق. لو الفيديو عجبكم ولقيتوه مفيد ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه مشتركش، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد عن حالة الطقس والأخبار أول بأول. ولو تعرفوا حد مهتم بالجو اعملوا له شير عشان المعلومة توصل لأكبر عدد. شوفوا فيديوهاتنا التانية اللي هتلاقوها على الشاشة دلوقتي، ونشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.